السلام عليكم. معكم الأستاذ مسعود عريبة، أستاذ تعليم ابتدائي مجموعة مدارس بن عاشير، بالضبط فرعية الزراقفة. أنا شاركت بواحد المشروع اللي هو مسرح الرياضيات، بحيث أنني كل دروس يعني المرحلة الابتدائية حولتهم إلى أعمال مسرحية وكذلك ألعاب بيداغوجية لتسهيلها وتبسيط هذه المفاهيم الرياضياتية للطفل. بالنسبة للمسابقة، هي كنتقدموا لها عبر واحد الاستمارة اللي تتعمر فيها المشروع ديالك وكتكلم عليه بالتفصيل. من بعد ذلك تتقاسم جميع الفيديوهات ديالك وجميع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع، وكذلك كتقاسم معهم يعني طريقة التدريس مع التلاميذ، وكذلك تتقاسم معهم الأثر البيداغوجي وكذلك النتائج اللي حققتها بهذا المشروع، وكذلك تضبط معهم التاريخ، وكذلك تضبط معهم بداية ونهاية المشروع. والمشروع كما كتعرف الناس كاملة هو لم يكن وليدة اللحظة. المشروع هو جاء نتيجة واحد العمل دؤوب منذ 1998، ونشتغل بالمسرح المدرسي وكذلك السينما التربوية، وسبق لنا حققنا نتائج على الصعيد الوطني وكذلك الدولي، وسبق لنا مثلنا المغرب وداخل سبق لنا مثلنا الجهة داخل المغرب وخارج المغرب. مشاركين كانوا من جميع أنحاء العالم، مشاركين كذلك كانوا من المغرب، ولكن اللجنة تختار المشاريع اللي هي كتكون مشاريع عندها أثر تعليمي، وكذلك المشاريع اللي كتكون تمس التلميذ في التعلمات، وكذلك كتاخذ واحد المشاريع اللي هي عندها صيت في الحياة المدرسية. الجائزة هي مهداة أول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، مهداة للشعب المغربي ككل، ومهداة كذلك لساكنة خوارة ككل، وكذلك مهداة لساكنة الكفيفات خاصة ولدوار الزراقفة خاصة، وكذلك الجائزة مهداة للصحافة سواء الرقمية المحلية أو الصحافة الوطنية على هذا الإشعاع وعلى هذا التفاعل. وأنا فخور كذلك بهذا الإنجاز، لأنه في الحقيقة إنجاز كان كبير، وتعتبر أنه مشروع بيداغوجي إبداعي، وكذلك الراية المغربية رفرفات في الهند ورفرفات أمام العالم وأمام جمهور غريفير، وكذلك أمام الإعلام الغربي والهندي. وشكرا لكم أستاذ كابريس.